جوجل جيميناي حنت علينا بحاجه صغيره كده. نزلت حاجه اسمها جيميناي سبارك. جيميناي سبارك نازل بقاله مده، هو يعتبر شبه شات جي بي تي وورك وكلوكو وورك. هو بيعتبر ايجنت كده، بس هو اخف منهم شويه على فكره عشان تبقوا فاهمين، وبيشتغل على الويب، مش لازم تنزله على الديسكتوب. هو المفروض ان هو كان شغال على في الولايات المتحده الامريكيه بس، بعد كده بقى شغال على الخطه الالترا، دلوقتي بقى شغال على الخطه البرو. مبدئيا كده بسم الله الرحمن الرحيم، هو مش في المجاني عشان تبقوا فاهمين، بس هو يعتبر ارخص اي اي ايجنت بالنسبه لكم دلوقتي، لان الناس بتعرف تشترك او تدخل على جيميناي برو. لو جيت بصيت معايا بتفتح جيميناي بالمنظر ده، هو هيجي لك بالمنظر ده. لو جيت بصيت هتلاقي عندك في حاجه اسمها شات، وفي حاجه عندك اسمها سبارك. شات وسبارك. شات ده اللي هو الشات العادي خالص، والسبارك ده اللي هو انك بتقلبه ايجنت. لو جيت نزلت تحت كده المفروض ان هو متفعل على الخطه البرو. طيب، لو جينا بصينا هنا، ده عندك احنا دلوقتي على جيميناي. لو جيت بصيت هنا بس عشان تفهم الفرق بينهم، اسك جيميناي. طيب لو انت دخلت على السبارك هتيجي تبص يقول لك ديسكرايب ا تاسك. يعني الفرق بينهم ان جيميناي عباره عن شات بوت، وسبارك عباره عن تاسك. طيب، اول حاجه لو جيت بصيت في عندك هنا حاجه اسمها دي التاسكات بتاعتك، وبعد كده سكادول، وبعد كده السكيلز، وبعد كده الكونكتد اب. طيب، هنيجي هنا عند التاسك عادي خالص. قبل اي حاجه احنا هندخل هنا على السيتنج زي ما انتم شايفين. حلو، هنروح على حاجه اسمها البيرسونال انتليجنس. اول حاجه لازم يكون عندك الميموري متفعله. تمام، لازم تفعل الميموري بحيث ان هو يبدا يفهم كل حاجه عنك. طيب لو نزلنا تحت هنلاقي الكونكتد اب زي ما انت معايا كده. طيب لو نزلنا تحت، تمام، دي الاب اللي هي المفروض ان هي تبع جوجل. في عندك الجيميل، وعندك الورك دوكيومنت زي ما انت شايف، وعندك الجوجل درايف، وعندك جوجل تاسك، وعندك الجوجل كاليندر، وعندك الكلام ده كله بحيث انك تبدا تعمل تاسكات للموضوع دوت. لو نزلنا تحت في عندك الجوجل سيرفيس، وجوجل فوتو، واليوتيوب. حلو الكلام، في عندك اليوتيوب، وجوجل بزنس بروفايل، والجيت هاب، وكانفا. تمام. طيب، فيريفاي اي اي دوت لما بتيجي متفاعل عندك انت، لما بيجي ترفع صوره او فيديو عليه، هو بيبدا يقول لك هل الفيديو او الصوره دول معمولين بالاي اي ولا لا. هو بيقدر يقرا ويفهم الموضوع ده. طيب، لو نزلت تحت هتلاقي عندك الام سي بي. تمام، لو البرنامج او الابلكيشن مش موجود عندك، بتبدا تدور على الام سي بي بتاعه، وتبدا تربطه بحيث انك تربط الاثنين ببعض. طيب، نرجع تاني. تمام، هنشوف ان هو مثلا بيعمل تاسكات ازاي. طيب لو جينا عند السبارك هنا ونقول له نيو تاسك، هنقول له مثلا، فلنفترض ان انا هقول له ايه اخر الايميلات المهمه اللي موجوده عندي وانا ما ردتش عليها. حلو الكلام. هو المفروض ان هو لو جيت بصيت هنا، تمام، هو مش زي العادي. هو بيبدا اللي دلوقتي بيقول لك انا بعمل تحليل للرسائل الالكترونيه، ويبدا يشوف الوضع ماشي ازاي. لو جيت بصيت هو بيبدا يدخل اهو زي ما انت شايف، بيدخل على الجيميل، ويبدا يركز ويشوف الدنيا هنا ماشيه ازاي. يعني بيمشي بالتفاصيل بتاعته لتحت، ويبين لي هنا ايه اللي شغال وايه اللي مش شغال. هو بيعمل وركينج دلوقتي، وبيبدا يبص على الميل. طيب هو خلص معايا هنا، بيجي يقول لي بناء على المراجعه في عندك فلانه الفلانيه بعتت لك بتاريخ كذا، والملخص كان عن كذا، وده كان بتاريخ كذا، والملخص كذا، وده بتاريخ كذا، الملخص كذا. لو انت بصيت انت، هو فعلا بدا يجيب الايميلات اللي هي كانت مهمه بالنسبه لي، واللي انا ما ردتش عليها، وهي فعلا دي الحقيقه. طيب لو جينا مثلا نجربه في حاجه اكبر شويه. حلو، لو دخلنا مثلا هنقول له عايزين تاسك جديده. حلو الكلام. طيب احنا خلاص هنا دي التاسك، ودي خلصنا هنا. طيب، دي كل تاسك هتلاقيها موجوده تحت التاني. هنقول له مثلا في فولدر، انا عندي فولدر فعلا على جوجل دوكيومنت اسمه سكريبت، بكتب عليه السكريبتات بتاعتي. حلو، المفروض فعلا انا عامل فولدر فعلا على جوجل دوكيومنت اسمه سكريبت. هو بيبدا يبص هنا دلوقتي. لو جيت بصيت هو دخل هنا على الجوجل درايف زي ما انت شايف، خلاص، لان هو واخد اكسس. بيبدا يبص ايه اللي موجود فعلا. طبعا الكلام ده كله لو انت شغال في شركه وكله شغلكم على الجوجل درايف والجوجل ورك سبيس والكلام ده كله، هيفيدكم وهيبدا ينظم لكم الدنيا. هو فعلا بدا يلاقيه. طيب لو انا قلت له انا عايزك تقرا الستايل بتاعي جدا، احنا هنعلي الليفل دلوقتي،
وتبدا تعمل سكيلز شبه تايل بتاعي بالظبط. حلو. ونبدا نشوفه هو هيقرا السكريبتات شكلها عامل ازاي اللي احنا بنتكلم بيها، وفي نفس الوقت يذاكرها ويعمل سكيلز شبهها بالظبط. خلينا مع بعض. لو جيت بصيت هنا بيقول لك ان هو بيعمل التحليل مع التركيز على الاطار الزمني، يعني بيعرف انا بقعد قد ايه في الفيديو وبيحلله. طبعا الكلام ده للفيديوهات اللي هي كانت بتبقى شورتس. طيب لو جيت بصيت معايا هنا زي ما انت شايف كده، تمام، هو بيقول لي ان هو بدأ يحلل الهوك، المشكله، الحل، الرد على الاعتراضات، بعد كده السي تي اي. تحت هنا بدأ يكتب شكل السكريبت او شكل السكيلز بتاعتي، يعني هنا السكيلز بتاعتي بقت عامله ازاي. طيب لو جيت بصيت هنا، في عندك حاجه هنا اسمها سكيلز في الجنب هنا اهو، زي ما انت شايف دي السكيلز. لو انا ضغطت على السكيلز هنا هتيجي تبص هتلاقيه فعلا بدأ يأكتف تيك سكريبت رايتر، خلاص بدأ يحط السكيلز دي موجوده. طيب لو انا حبيت استخدم السكيلز دي ايه اللي هيحصل؟ ماشي. لو جينا هنا في السبارك زي ما احنا هنا، لو عملت الباك سلاش بيجيب السكيلز دي ازاي. لو انت عملت الباك سلاش بيبدا يطلع لك السكيلز بتاعتك وتبدا انت تختارها، تمام، وتبدا انت بقى تكتب الدنيا ماشيه عايزه ازاي عندك ازاي. طيب لو جينا هنا على السكيلز، هنا بيجي يقول لك انت لو جيت بصيت كريت والجيميناي، تمام، يعني انت بتخلي جيميناي هو اللي يكتب لك السكريبت، او انت ناوي انت تكتب السكيلز، انا اسف، انت اللي هتكتبها. حلو الكلام. او انت هتعمل ابلود لاي سكيلز، طبعا لازم تكون سكيلز دوت ام دي زي ما احنا عارفين، زي شبه السكيلز بالظبط بتاع كلود. حلو الكلام. طيب لو جينا رجعنا تاني على التاسكات بتاعتنا، احنا قلنا هنا اداره الملفات او السيناريو. لو جينا في نفس التاسك ده هقول له اعمل فولدر جديد على الدرايف وحط فيه ملف دوكيومنت انك كل 3 ايام تعمل سكريبت عن احدث اخبار الذكاء الاصطناعي وتكتب سكريبت عنها بالسكيلز بتاعتنا. طيب لو جيت بصيت انا طلبت منه ان هو يدخل على جوجل درايف ويعمل فولدر ويعمل ملف دوكيومنت جديد، وان هو يكتب السكريبت بنفس الستايل، وفي نفس الوقت انا طلبت منه ان هو يعمل سكادول. لو جيت بصيت هنا على السكادول ديت، تمام، ان هو كل 3 ايام هيكتب السكريبت ويديهولي من غير ما انا اجيله او اجي ناحيته، هو خلاص هيبدا يتعايش مع الموضوع ده ويعيش حياته في النقطه دي وبراحته بقى، ملناش دعوه. تمام. انت لو جيت بصيت هنا زي ما انت شايف، خلاص هو لو جيت بصيت هو هنا بيبدا بيحلل اللي انا عايزه وبيبدا هو يعمل لي الكلام ده كله. شوف لما يخلص هو هيمشيها ازاي. لو جيت بصيت معايا هو هنا خلص، تمام، هو قال لك انا عملت مجلد جديد وحطيت فيه جوجل درايف باسم سكريبتات الذكاء الاصطناعي، وبدا يكتب الكلام ده بالخطه. لو جيت بصيت ده الجينيريتيف اي اي فيديو سكريبت. حلو الكلام. طيب لو جينا فتحنا هنا هنعمل فتح، حلو، هنا عمل الخطه وبدا يحط المحتوى وهيبدا يارشف الحاجات اللي هي هتجيله هنا بانتظام. حلو الكلام. يعني هو هنا حط السكيل ماشيه ازاي والدنيا ماشيه ازاي، وهتلاقيه اصلا هو فعلا ناطحها وسماها خطه السكريبتات. طيب لو جيت بصيت معايا هنا على السكادول، حلو الكلام، هتلاقي هنا بيقول لك افري كل 3 ايام، عشان الانجليزي بخير شويه، الساعه 9 صباحا هنعمل رن. حلو الكلام. خلاص يبقى انا عندي هنا حفظت سكيلز وعملت اوتوميشن للسكريبتات. هو كل 3 ايام هيعمل، خلي بالك هو هنا دخل على جوجل درايف ويخش على جوجل سيرش عشان يشوف ايه اخر الاخبار بتاعت الذكاء الاصطناعي، وفي نفس الوقت يبدا هو يبعتها لي. طيب خلاص احنا يعتبر كده اتكلمنا في حاجات كتير جواه. يعني هو مش شبه كلوكو وورك ولا شبه شات جي بي تي وورك، يمكن امكانياته اقل شويه، بس انت لو شغلك كله على جوجل درايف وكل شغلك موجود على جوجل، سواء بقى الجوجل شيت او جوجل دوكيومنت، او انت رافع كل الملفات اللي انت عايزها على جوجل درايف
وبتبدا انت تتفاعل. جيميناي سبارك هيخلص لك كل اللي انت تتخيله. وعلى فكره هو بيشتغل في الخلفيه. يعني ايه؟ يعني انت بتدي له التاسك وتتكل على الله. يعني السكريبت اللي هيتكتب 3 ايام ده احنا خلاص انا هقفل كل حاجه وامشي، هو يبدا شغال. اتمنى ان يكون الموضوع كان مفيد بالنسبه لكم. ولو في حد عنده اي استفسار في حاجه يقول لي. وانا مش ناسي ان احنا نتكلم على نوشن، هنعمل له فيديو ان شاء الله. ولا ناسي نوت بوك ال ام، هعمل لهم فيديو طويل باذن الله. شير عشان الناس تستفيد. وبالتوفيق ليكم دايما يا رب ان شاء الله.